بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم، البشر بينقسموا الى قسمين. النص اللي ناحية اليمين دول مجلس إدارة العالم زي ما هو في الصورة كده، الإليت، النخبة. والناس التانيين اللي هم ايه، مسطبة النسوان، اللي هم القطيع، ذا هيرد. القطيع دول عاملين لنا مشاكل كتيرة جدا. القطيع بشكل عام عاملين لنا مشاكل، يعني كل مشاكل الكوكب منه. والمشكلة في الحياة انه النخبة مش عايزين القطيع دول يستيقظوا، عايزين القطيع دول يفضلوا نايمين. تحصل حروب، تحصل كورونا، تحصل ازمات، تحصل مشاكل، يحصل اللي يحصل في الدنيا، لازم القطيع يظل هو نفسه القطيع، يفكر بنفس الطريقة، يتربى بنفس الطريقة، يأكل بنفس الطريقة، كل شيء نفس الفكر، نفس الدماغ، نفس كل شيء، هو نفس كل شيء. مفيش حاجة اتغيرت، ولا الزمن بيغيره، ولا بيتعلم من اخطائه، ولا اي ابن كلب في الحياة. فهم دول القطيع. احنا مشاكلنا كتيرة جدا مع القطيع، والقطيع عاملين الازمة من غير لازمة، وما زالوا بيرددوا الاخلاق والقيم والدين والمش عارف ايه، وهم عارفين ان هم عايشين في عالم من العبثية ومن الفوضى ومن العدمية، عبارة عن نظام الفوضى، مش فوضى ونظام، لا هو عبارة عن نظام الفوضى. فالاخوة دول القطيع بيفرق بين الناس اللي بتفهم والناس اللي ما بتفهمش حاجتين. الفرق في العقلية، ان عقلية القطيع هي العقلية التقليدية جدا، وتفكيره جدا تفكير تقليدي، وما تحس فيه اي ذكاء. الذكاء في ديرة وهو في ديرة. يعني ما تحس ان الشخص ده واعي، الشخص ده فاهم، الشخص ده مطلع. لا 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 لا، العقلية عنده شوية ليك عليها شوية، مخه على قده شويه. واسلوب الحياه، اللايف ستايل، اول ما بيقوم من النوم ايش بيعمل في دنيته، ايش بيعمل في يومه، كيف يقضي يومه، هو ده اللي يفرق ما بين البشر وما بين بعضهم. تلاقي شخص بيطلع على الاقتصاد، ويطلع على الدول، ويطلع على ما يدور في العالم والشركات وكبرى الشركات، ويعرف البلاك روك، ويعرف الشركه الثانيه اللي جنب البلاك روك دي فانجارد، ويعرف الدنيا فين رايحه وفين جاي، اسعار العملات، من العمله اللي طلعت، من العمله اللي نزلت، الاخبار رايحه فين وجايه منين. ده واحد متصل مع الوعي الكوني، ولا متصل مع الوعي العالمي، ويشوف البشر والناس، يعني مطلع مع ما يدور في العالم. واحد تاني مخه محصور في فلان طلق فلان، فلان اتجوز فلان، بس ده اخر مخه في الحياة. مخه عبارة عن مسطبة نسوان وكلام فاضي وكلام فارغ. ولو جيت سألته في أبسط الأشياء ما يعرف، وأبسط أبسط 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 الأشياء يا أخي ما يعرف. طب وبعدين؟ احنا تعبنا مع القطيع بصراحة. القطيع تعبونا، ولما تيجي تسألهم عن ساعة الولادة أو تسألهم عن تاريخ الولادة ما يعرف يكتب التاريخ. يعني كلمة تاريخ معناها يوم شهر سنة. انت مولود 5 أكتوبر سنة 2001، يبقى 5 من شهر أكتوبر من سنة 2001. يقول لك أنا مولود 5 أكتوبر بس. يا عم محتاجين التاريخ، تاريخ الولادة. يقول لك 5 أكتوبر. طيب كلمة تاريخ الولادة معناها يوم وشهر وسنة. فتحس كده انه جاي من بعد تاني. شخص جاهل، ما تفهمش رقم التليفون، يعني ما يعرف المفتاح الدولي. يعني مثلا مفتاح دولة مصر 002، مفتاح دولة مش عارف الجزائر 00213، الدولة الفلانية 00 مش عارف 21 ايه. يعني ابسط الاشياء في العالم وفي الكوكب تحس انه مغيب، انسان مغيب، وعيه ينحصر فقط في مصطبة النسوان والحياة الاشتراكية الفاشلة. وعمي وابن عمي، رجعنا للملعنة، رجعنا للملعنة تاني. ايه، وعمي وابن عمي وخالي وخالتي وعمي وعمته وخالتي وخالته. ايوه رجعنا للكفر تاني بقى. رجعنا لحياة الكفار وابو لهب وابو جهل، ورجعنا للكفر واللعانة. انه مخه بس موجود عيلتي واهلي وابن عمي وخالتي وعمتي بس، واستقبل الضيوف واتجمل قدام الضيوف، ولازم اكون ضيف كويس والناس تقول عني كلام كويس، لازم ارضي المجتمع، ولازم كل الناس ترضى عني وكل الناس تحبني، مو بالغصب. هو كيف يعني؟ يعني ايش لازم ارضيك يعني؟ لا طبعا ما برضيش حد، وفلان يمون عليا وفلان يمون عليا، لا حد يمون ولا حد يطلب. طب احنا تعبنا من الهرد، تعبنا من القطيع، وتعبنا من مسطبة النسوان. مجلس إدارة العالم بقى والناس الرايقة، الناس اللي بتشوف مصلحتها، الناس اللي ماشيه الحياه صح وفاهمه الدنيا صح وبيختار اختيارات صح وبيدور على الصح. واحد بيطور من نفسه يا جدع انت، واحد مو فاضي للهبل وفاضي للعب وفاضي لقله الادب والسفاله. لكن في ناس طول الوقت تضيع في وقتها، وطول الوقت بتدور على المشاكل. مشكل الفاضي يعمل قاضي. زي مثلا طالع الجوزاء الحمار المثقف كده، تلاقيه يفتكس في كل حاجه ويتدخل في كل حاجه. زي احمد عماره ده، برج الجوزاء، مشتري الجوزاء،
خلص الصحة النفسية والوعي، دخل في الدين، خبط في الدين وصحيح البخاري وصحيح مسلم وبيتكلم في الدين، وعمال ينقل إلينا الحضارة الهندوسية والديانة الهندوسية وعبادة الشياطين الهندية اللي هو يعني البتاع اللي بيعملوها دي اليوجا. بعدين اكتشفنا ان اليوجا ما هي رياضة بتتعمل، اليوجا هي عبارة عن رياضة عبادية، زي اللي بيصلي بيركع ويسجد، ده مش رياضة. السجود والركوع مش رياضة، هو عبادة مش رياضة. السجود والركوع احنا بنعمله لان ربنا قال نعمله كده، فخلاص احنا بنسجد ونركع، فدي حركات رياضية على هيئة عبادة، بس احنا ما لناش دعوة. احنا لينا دعوة ان احنا نعملها كده اهو، اطيعوا الله اعملها كده اهو. نفس النظام اليوجا هي حركات عبادية للآلهة الهندوسية. حلو، ده سيبنا السجود والركوع ودخلنا للعبادة الهندوس والكلام بتاع الهندوس وخلاص، وسيبنا الرقية الشرعية وبقينا بس نكتفي بالعلاج بالطاقة ولا نؤمن بالرقية الشرعية. الله، طب ما هو ده. فتلاقي بقى ايه؟ تلاقي بقى الضلال البعيد والضلال الغريب والضلال المبين، وتلاقي الهبل، وتلاقي كلام زايد، وتلاقي لابد ان يؤمن بالحياه السابقه. خير ان شاء الله، نحن لا نؤمن بحياه سابقه، عادي اي حاجه بقى وخلاص. عامل زي طلع الجوزاء، الله يلعنهم ويلعن البطن اللي حملت فيهم، يصدق اي حاجه وخلاص. اي حاجه كده تيجي في الشارع، اي كلب في الشارع يقول اي كلمه يصدقها، اي حد ممكن يقول له اي كلام يصدقه، ما بيصدق يقول حد يقول حاجه عشان يرددها. زي البغبغان بالظبط. عارف البغبغان بيبقى موجود كده في القفص بس عشان يسمع ويردد. طب يا عمي يا استاذ يا بيه يا عم الحاج، في مخ شوي، في مخ ان الواحد يعقل الاشياء. فتلاقي كل صفاته هي صفات القطيع، جاهل رجعي غبي، يردد ما يقول كده وخلاص، اي كلام يتقال يردده بدون ما يرجع لصحته او يتاكد منه. يعني لا يطلب اثباتات، لا يطلب ادله، يعني ما عنده الوعي الكافي انه يشوف الدنيا وين راحت وين جت. مخه محصور فقط في مصطبة النسوان والجيل والجال واللمعات والحياة الاشتراكية الاجتماعية الفاشلة. فلان راح، فلان طلع، فلان نزل، فلان اشترى، فلان باع، فلان سوى، فلان فعل، فاضي، فلان مات، فلان اتولد. انا مو فاضي لدي الاشياء. يعني انت كإنسان مهتم بتطوير نفسك او مهتم بحياتك او مهتم بتطوير حياتك، انت مو فاضي للاخبار التافهه، ومو فاضي للناس التافهه، ومو فاضي ان المذيع الفلاني اللي في الدوله الفلانيه طلق مرته اللي هي كانت مش عارف ايه في الدوله الفلانيه. انا مو فاضي لدي الاشياء. ممكن ندرسها من وجهه نظر فلكيه، ندرسها من وجهه نظر كواكب وخريطه عشان نستفاد من الخرائط الفلكيه، الخريطه التوافقيه، السينستر تشارت، ممكن صح. ممكن ندرسها من وجهات نظر اجتماعيه، ممكن صح، لكن او من وجهه نظر قانونيه. كل واحد بياخد الموضوع من الزاويه بتاعته. لكن انت لما تيجي تشوف المايند ست، العقليه بتاعت العيال القطيع والعيال اللي مصطبه النسوان دول اللي حياتهم كلها فاضيه وحياتهم كلها كلام فارغ، لا انت كده مش هتوصل لحاجه. انت ابدا مش هتوصل لحاجه. انت عمرك ما هتوصل مع مصطبه النسوان دي لحاجه، هتوصل لكلام فارغ. نفس النظام لما تيجي تقعد مع النخبه او الناس اللي بتفكر صح، الإليت، الناس اللي بتفكر صح، والناس اللي يعني فاهمين الدنيا وممشيين الدنيا ومدركين الدنيا، واللي سافروا او هاجروا او انتقلوا او اتحركوا او اتغيروا او طوروا من نفسهم او عدلوا من حياتهم او تلاقي مخهم غير، وتركيبتهم العقليه غير، واسلوبهم في التواصل وفي التعامل غير. ما هم جهله والعياذ بالله من الجهله اللي ربنا مبتلينا بيهم، واللي قاعدين فاضيين بس قدام التلفزيونات. لو قلت له فكر في شيء، لا انا ما بحبش افكر. تحبش تفكر ايه؟ لكن بتحب تتملعن بس. لكن انت مش شاطر انك تحل مشاكلك. ايوه، لكن شاطر انك تصدر لنا مشاكلك. انت اتعلمت من طفولتك ومن صغرك انك تصدر مشاكلك للناس. يا جماعه انا بشكي من المشكله الفلانيه، روح حل مشكلتك. انت كبني ادم روح حل مشكلتك. بس عندك مشكله قوم حلها، قوم حلها، خلصها. عندك شيء قوم من نفسك، خلص الموضوع. مو قصة ان انا لازم اعتمد على حد وحد يجيبني وحد يوديني وحد يطلعني، واصله لازم مع فلان ولازم اطلع مع علان، ولازم اصل احنا الاتنين لازم نمشي مع بعض سوا، ولازم اكون معاك ولازم تكون معايا. ايه الحياة الاشتراكية الفاشلة دي؟ حياة كفر، حياة كفر يا رجل، حياة كفر. عارف الكفر؟ هو ده الكفر انك تكون في حياة اشتراكية اجتماعية فاشلة. ده عبارة عن كفر بواح، كفر صريح، كفر بين. وبعدين لما يشوفوك بقيت مختلف ويشوفوك نجحت
ويشوفوك مثلا اتطورت، ويشوفوك عملت شيء جديد، ويشوفوك وابسط شيء لو فتحت محل، ابسط شيء لو اتوظفت او جات لك وظيفه، دخلت الجامعه، اي تغير ولو بسيط في الحياه تلاقي القطيع ينظر اليك باستغراب واستهجان وتعجب وكانك كائن فضائي. ايه ده؟ عايشين انتوا في كهف؟ ايه هو يعني المعاناه مع القطيع. طيب، فهو اما ان تكون ناحيه اليمين الموجب ما لا نهايه، او تكون مع الشمال السالب ما لا نهايه. دول في الضياع خالص، دول منعزلين عن العالم. انت في غلاله، انت في فقاعه انت يعني دول عايشين في بعد موازي، عايشين في عالم اخر، غير متصلين بارض الواقع، غير متداولين حتى الاخبار الواقع، متداولين اخبار الخيال والساينس فيكشن. مخه في شيء يا راجل، مخه في شيء، ناس مخها غريب. وبعدين يجي هو اللي مخه غريب ده يبتدي بقى يفتي في الدين. ايوه طيب اتفضل. انت عندك علم يا استاذ عشان تتكلم في الدين؟ لا، انت قاعد على المسطره بتاع النسوان 24 ساعه. ايش فهمك انت في الدين يا متخلف ابن المتخلفين؟ انت ايش فهمك في الدين عشان تفتي فيه؟ ويجي يتكلم في موضوع تاني يفتي فيه. يا عم هو انت بتفهم؟ مو شغلك عشان تفهم. لا، الا افتي بالغصب. اعمل نفسي عالم البحار وعالم الاسماك وعالم الفضاء وعالم الطيران وعالم السحاب وعالم الطقس والمناخ وعالم في الذره وعالم في النووي وعالم في التاريخ نفسي. طب انت قاعد على المصطبه بس، انت اخرتك في الحياه، يعني انت اخرتك في الحياه تقعد مع المصطبه بس، ده اخرتك في الحياه. اوعى تفتكر نفسك مخك اعلى من كده، او انك جبت التايهه، او انك اكتشفت دين جديد، ولا اخترعت الذره، ولا اكتشفت حاجه روسيا وامريكا والصين ما عملوهاش. اصحى بس لنفسك شويه كده واهدى على نفسك عشان ايه يعني اصحى بس، اصحى كده من الوهم. استفيق من تاثير مصطبه النسوان اللي انت قاعد عليها. لما تستفيق من اثر مصطبه النسوان هتبتدي تكون بني ادم، هتبتدي تكون بشر زيك زي بقيه البشر، وتفعل ما يفعله البشر، وتاكل كما ياكل البشر، وتعيش كما يعيش البشر. فيعني ايه، اصحى، استيقظ من السبات العميق. اصحى من التخلف العقلي. فوق كده بس كده، اوعى لنفسك وفوق من اللي انت بتعمله ده. عشان ايه؟ توصل لحل مع نفسك من امراضك الكتير اللي ما بتخلصش. هذا والله اعلم. طيب، وده اللي احنا حبينا نقوله، وده اللي احنا حبينا نتكلم فيه. وبالنسبه للعيال اللي في اليوتيوب، العيال الجهله اللي في اليوتيوب، العيال المتخلفين اللي في اليوتيوب دول، اللي الواحد فيهم ما بيعرفش يكتب تاريخ ميلاده، التاريخ ميلاده ما يعرفش يكتبه، او هو ما يعرفوش او مش حافظه، ولو قلت له اكتب تاريخ ميلادك ما يعرفش اسمه، يمكن ما يعرفش يكتب اسمه، الجاهل ده. وفي الاخر يجي يفتي، جاهل وبيتكلم، جاهل وبيفتي. يا عم الجاهل اسكت، لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. اسكت بس، اسكت عشان ايه؟ السكوت حلو. فدول اللي هندجهم دج الكلاب، دول لازم ندجهم دج الكلاب. وان شاء الله انتظروا سلسله تتكلم عن مواليد برج العذراء ونلعن ابو اللي نفضهم. هذا والله اعلم.